حينما نجد أنفسنا تضيق بنا الأمور، تضيق بنا الدوائق، وتحرج بنا المحارج، وتشتد بنا الشدائد، ولا نلتجئ إلى الله جل وعلا. هذا جهل عظيم. يجيك الإنسان يقول لك عندي النازلة الفلانية، عندي الضرر الفلاني، عندي المصيبة الفلانية، أيحل لي أن أتناول هذا الحرام من هذا المأكل أو هذا المطعم أو هذا النوع من المال أو هذه المعاملة المحرمة؟ أيحل لي وقد ضاقت بي الضائقة وقد وقعت بي الضرورة؟ فحينما تسأله هل التجأت إلى الله أولا تجد الجواب مع الأسف بالنفي. يعني هذا مشكل. ما معناه؟ معناه أنه لا ثقة له بالله، ما عندوش الثقة أنه يطلب ربي ويعطيه. لا، من نزلت النازلة خاصو يحلها بالأساليب المادية، خاصو يحلها بالفلوس، ولا يحلها بالدواء، أو يحلها بتدخل فلان أو علان. شيء حسن أن تجتهد في الأسباب المشروعة المباحة، ولكن بناء على عقيدة سليمة، وهي أن هذه الأسباب إنما تشتغل بإذن ربها، ولو عطلها الله لتعطلت. فالتجئ إلى الله أولا صادقا بأن يعطيك وأن يفك أسرك وأن يفرج كربك، فيجعل الأسباب وغير الأسباب، يجعل الأسباب المرئية والأسباب الخفية من اللطائف، ما يسمى باللطائف، تجري بأمره سبحانه وتعالى. فإذا بك تجد المشكلة قد حلت، ولا تدري كيف ولا أن ولا متى، لأنك صدقت الله جل وعلا في الطلب. هذا معرفة، تما كتعرف الله، تما كتعرف الله سبحانه وتعالى، لأنك تطلبك يجاوبك، لأنك تتعامل معه، ترى أسماءه الحسنى فيما يحيط بك من حوادث. كتشوف اسم الله الكافي الشافي، تشوف اسم الله سبحانه وتعالى الرزاق، تشوف اسم الله سبحانه وتعالى الغني الرحمن الرحيم المانع المعطي. كل الأسماء الحسنى غتشوفها في الحياة ديالك تما. وها هنالك وبهذا الشكل ترى الله حقا وصدقا، كما عبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مشكلتنا الكبرى، عدم الثقة بالله. فأي عبادة نمارس إذن؟ أي معنى من كوننا مسلمين إن كنا قد أسلمنا الوجهة لله وأسلمنا القلوب لله، ولا نتعامل مع هذا الرب الرحيم سبحانه، وهو ينادينا من علو من فوق 7 سماوات، يتقرب إلينا بالنعم وبالعطايا سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا المعنى العظيم أساس من الأسس الكبرى للعقيدة الإسلامية، ومن جهله مفهوما وممارسة فعقيدته ناقصة، وإيمانه بالله غير كامل، بل فيه شيء من الوثنية الخفية، لأنه الذي الساعة عنده الثقة الكاملة في الأسباب وفي الماديات، وما عندوش الثقة في رب العزة، في رب الأسباب مسببها ومنتج مسبباتها، إذ لا يمكن للسبب أن ينتج عنه مسببه إلا بإذن الله وتسخيره. وكثيرا ما نرى الأسباب تقف عاجزة عن إنتاج مسبباتها حينما يمنع الله ذلك منها، وتجأر هي نفسها. أنت اللي كتثق فيها وكتأمن بها الإيمان الأعمى، هذه الأسباب تجأر إلى مولاها، تسأله العطايا وتسأله أن يفك أسرها. فكيف بسبب لا يفك إساره هو نفسه تلتجئ أنت إليه بثقة كاملة وبعبودية وثنية تطلب منه، وإنما أمرت أن تستخدمه عبدا لله مسخرا. مطلوب منك إذا كنت مريضا أن تستعمل الدواء على أن هذا الدواء نفسه عبد لله مسخر، فاسخره فيما سخر له، وأن تستعمل المال فيما سخر له على أن هذا المال عبد لله هو أيضا مسخر. لا ينبغي أن يصير العبد معبودا من دون الله جل وعلا. كذلك في كل أمر، في الجاه، في الاجتماع، في الوظائف، في كل الحاجات التي تعرض لابن آدم. ولذلك إذن كان الدعاء أعظم سبيل، بل من أعظم السبل المشروعة بكتاب الله وسنة رسول الله، موصلا إلى الله معرفا به سبحانه وتعالى. وإذا عرفت الله أحببته. لما تعرف بالله تحبه قطعا، لأنه سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، كما هو ثابت بالنص الصحيح. وأسماؤه الحسنى حسنى كافي،
اسماؤه الحسنى حسنى، فإذا عرفته من خلال أسمائه الحسنى فقد عرفت الحسن المطلق، عرفت الحسن المطلق. ومن عرف الحسن المطلق تعلق قلبه به، فلن تبرح آنئذ مشتاقا إلى مولاك، تسير إليه بقلبك ووجدانك وبرجلك وبيدك، لا يستطيع شيء أن يمنعك عن السير إلى مولاك بما عرفت من جماله جل وعلا وجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى في عليائه، كما ينبغي له وكما يجوز له سبحانه وتعالى جل وعلا من مليك مقتدر. لا يجوز لعبد أن يغفل عن مولاه، ونحن المخلوقون. أنت من يا الله؟ عبد، فلما تغفل المسألة ولما تغفل عنها؟ اليقظة عباد الله، والعودة إلى الله بدعاء الله جل وعلا وسؤاله الليل والنهار. الأمر الثاني من فوائد الدعاء قلت المعاملة، لأنه سبحانه وتعالى كطلبك يعطيك، فيصير لك ضرب من التعامل بما كان قبل السياق الأول معرف بالله، كيولي عندك الطرق سالكة إلى الله. فين ما بغيت دير شي حاجة كتعرف الطريق منين تدوز إلى الله جل وعلا، لأن المعاملة كتعرفك بالطريق وتعرفك بالمسالك التي تسلك من خلالها إلى الله، لأن التجربة ديال الطريق كتحفظ الطريق. هذا المعنى. ولذلك قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا جواب الأمر. وجواب الأمر في العربية يفيد الحتم واللزوم، يعني لا طلبت الله بحق وبصدق، إذا طلبته بحق وصدق لست غاشا في الدعاء ولا كاذبا ولا مرائيا، وإنما تسأله سبحانه وتعالى بصدق، فاعلم يقينا أن الجواب نازل بالقطع. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح إن الدعاء يرد القضاء، إن الدعاء يرد القضاء، ينزل قضاء الله جل وعلا من عليائه ويرتفع دعاؤك الخارج والصاعد من قلب مكلوم صادق محتاج فقير، فيصعد إلى الله جل وعلا ويلتقي بالدعاء في السماء، فيعتلج الدعاء والقضاء النازل، فيعتلجان، هذاك نازل كيدفع والدعاء ديالك طالع كيدفع، فلا يزالني كذلك إلى يوم القيامة. هذاك القضاء لن ينزل بك منه شيء بما أذن الله لك من الدعاء الذي دعوته، ولا يختلفن هذا في عقلك، فالدعاء من القضاء، وإنما ترد القضاء بالقضاء، باش ما يتصور لكش لبالك أن الجهد ديالك أكثر من الجهد ديال القضاء. لا، هذا الدعاء اللي أعطاه لك ربي منا ورحمة وجعله في قلبك حينما تصدق الله يجعله سبحانه وتعالى ضربا من القضاء، على قول سيدنا عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه: نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. المؤمن يرى كل شيء من قضاء الله، وكل المسببات كل الحوادث إن هي إلا انعكاسات وتجليات لأنوار أسماء الله الحسنى. واحد المرة سيدنا عمر وقع في الزمن ديالو لما كان أمير المؤمنين، وقع يعني واحد المرض فتاك معدي، يعني شبه ما يكون، يعني يقولون طاعون، يعني مرض يعني يفتيك ومعدي، يعني يحصد الآلاف من الناس بسرعة ومعدي. فعمر بن الخطاب أراد أن يمنع أحد أصحابه من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى تلك الأرض، فقال له: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ ما نمشيش للأرض اللي فيها الموت، زعما خايفني الموت، انت باغي تهرب من القدر؟ فعمر بن الخطاب كان فقيه، والعلم وحده بالمعنى المجرد للكلمة غير كاف إلا من جمع بين العلم والحكمة. وإنما كان رسول الله سيدنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام يعلمهم الكتاب والحكمة، وفي السياق الآخر: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فلذلك إذن هذه الحكمة التي أوتي عمر هي الفقه في الدين، فقال له تلك الكلمة الجامعة المانعة كأنما هي من حديث النبوة. وإنما كان عمر يتحدث من مشكاة النبوة، ما كانش كيجيب من راسه. سيدنا عمر كان يتكلم بما تعلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له: نفر من قدر الله إلى قدر الله. ياك تما في هذيك البلاد اللي فيها الطاعون فيها قدر الله، وحتى هنا كاين قدر الله، إلا بغى يموتني الله تعالى حتى أنا يموتني سبحانه. فتلك أسباب جعلها الله للضرر
وهذه أسباب أخرى جعلها الله للنجاة وللخير، فأتعلق بأسباب النجاة ولن يكون إلا ما قدر الله في نهاية المطاف. هذا هو الفقه. ولذلك لما كدير انت الدعاء فيما نزل بك من قضاء، من المرض أو الفقر أو الظلم أو غير ذلك مما قد يقع بالعباد، فإنك حينما تلتجئ إلى الله جل وعلا صادقا الآية تحكمك وتحكم مصيرك وتحكم دعاءك وتحكم نازلتك. وقال ربكم ادعوني، اليقين والقطع، أستجيب لكم. ومن كفر بهذا المعنى تحكم عليه الآية التي بعده أو السياق الذي بعده بالأحرى. يعني لما تقتش في هذا المعنى هذا راه كاين مشكلة. ما هذه المشكلة؟ الآية في سياقها رهيبة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وجب على المؤمن أن يؤمن بالله وأن يؤمن بكل ما نزل في كتاب الله وبكل ما ورد عن رسول الله على لسانه أو فعله أو قوله أو تقريره عليه الصلاة والسلام في بيان كتاب ربه. وإنما هذه بيانته تبين قيمة هذا المعنى العظيم. حينما تلتجئ إلى الله بالدعاء كل حين في اليسر والعسر، في الرخاء والشدة، ستكون لك معاملة مع الله عز وجل، عندك تعامل معه. ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في المثال، إنما نريد تقريب هذا المعنى. واحد السيد كتعرفه من البعيد، تعرفه، تعرف قبيلته، تعرف النسب ديالو إلى آخره. وآخر تعرفه نفس المعرفة، يعني هذه المعلومات كلها اللي عندك على الآخر عندك معه، ولكن زايد حاجة، وهو أنه بعت معه وشريت، أعطيته وأعطاك، يعني تعاملته. هذه المعاملة ماشي غير كتخليه معروف، كتخليه قدامك شفاف كالزجاج، كما كتعرفوا من برا كتعرفوا من الداخل. ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في المثال، وإنما القصد اللي تعرف على الله تعالى بالمعاني الذهنية، يعني غير كيقرأ في الكتب، يعني أسماء الله الحسنى والصفات العلى يثبت وينزه وإلى آخره من كل ما ذكره العلماء في العقيدة الصحيحة. لن يعرف الله حق المعرفة، وإنما يعرفه من بنى على ذلك، ماشي خسروا، لا بنى عليه، من بنى على معرفة الله باليقين وبالعقد الصحيح، من بنى عليه المعاملة مع الله، يسأله، يلتجئ إليه، يفتقر إليه، يبكي بين يديه، يتذلل في صلاته ساجدا وراكعا آناء الليل وأطراف النهار، يدعوه على كل حال، يقدم ما قدم وقلبه وجل أن لا يقبل منه، وجل أن لا يكون من المقبولين وأن لا يكون من المرضيين عند الله جل وعلا. هذه المعاملة تورث القلب معرفة تجعل هذا القلب شفافا كالزجاج، في عكس الأنوار النازلة من عند الله جل وعلا مما ينزل على العبد من أحوال الرضا والأمن والسلام الذي يداوي القلوب ويعافي ويشافي اللطائف والجوارح ويجعلك مطمئنا إزاء المصائب لا يزلزلك شيء. هذا عبد حقيقي لله. وعباد الله كالأوتاد بل كالجبال، نعم العبد إنه أواب. حينما يحقق العبد توحيد الربوبية بإسناد الأمر كله لله خلقا وأمرا وتقديرا، ويحقق توحيد الألوهية بالخضوع لله عز وجل وجعل كل الفعل قصدا يقصد به وجه الله وحده دون سواه، فلن يكون آنئذ إلا من المقتصدين، ولن يكون إلا ذا اقتصاد وصاحب اعتدال ووسط، ويجد بعد ذلك راحته، يعيش مرتاح ما محنش. كثير من أهل المال والأعمال يعيشون ضنك وشظفة أشد من عيشة الفقراء. سبحان الله العظيم، سمعنا ورأينا أصحاب أموال طائلة هائلة يقول لك الوقت خيبة، سبحان الله، والمال يجري من بين يديه، يغرق في ماله ولا يزال يشكو، ديما يتشكى، سبحان الله. وكان أولى به أن يكون أول الشاكرين إذ كان أوسع الناس رزقا أو من أوسعهم رزقا، بسبب أن القناعة لم تحصل في القلب. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها يعيش على ما وجد، فقد لا تشتعل النار في بيت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر والشهرين، ويعيشون على الأسودين الماء والدقل.
يدوزوا شهر وشهرين تزيد أو تنقص، ما طيبوش، شعلوش النار، ما طيبوش، ماشي لأنهم بخلوا، لا، ما كاينش ما طيبوش، شربوا الماء ويأكلوا التمر بخير. ثم إذا وجد اللحم كان يحب لحم الكتف ويستعذب له الماء. إذا لقى اللحم يأكل لحم الكتف من ألطف وألذ ما في الدابة، ويستعذب له الماء، يشرب عليه الماء ويشرب معه الماء، يجي يحلو الماء معه. وكان يأكل الثريد عليه الصلاة والسلام، ولكن أيضا يأكل الشعير، هذه قناعة. إذا وجد النعمة أخذها من باب الإذن تعبدا وشكرا لله الواحد القهار. وكان يحب أن يظهر نعمة الله عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن يرى آثر نعمته على عبده. فإن لم يجد وجد قناعة، إن لم يجد مالا وجد قناعة. هو ديما لاقي، ديما عنده. ماذا عنده؟ عنده قناعة في القلب وشكر، شكر عند النعمة عنده، ورضا عند الحاجة، قناعة. فهو عنده، ما عمره ما كان مخصوص عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي سماه أهل التربية بعد بمقام الغنى العالي، لأنه الغنى في جزء الأنواع. غنى الدنيا، فلان له مال غني، ولكن الغني من كان غنيا بالله، فسموه مقام الغنى العالي، لأنه ارتفع غناه ليتصل بخزائن رب السماوات والأرض. من يملك خزائن السماوات والأرض؟ يعني شيء عجيب يحصل يعني بهذا المعنى، لطيف جدا. تصور كتلقى بعض الأحيان، هذا مثال بشري مادي غير باش نقربوا به الفم. واحد عنده رصيد في البنك ملاير محطوطين، ولكن واحد النهار كيتغدى بواحد الكسرة ديال الخبز ومرتاح مع راسه، يجد طمأنينته ليس بما يأكل، لا، بما يوقن أنه عنده. يعني ديك الراحة اللي عنده الطمأنينة كيعرف بلي الفلوس مخزونين، إلا بغى يلقى. ولكن دابا الوقت جابت واحد طرف الخبز فهو يأكله ومرتاح، ديك اللحظة لا يجد قلقا. طيب الإنسان المؤمن، هذا مثال قلت، أعمق في هذا المعنى، لأنك حينما لا تجد شيئا فكن على يقين، إن كنت من الموقنين أن وراءك خزينة رب السماوات والأرض، إن كنت متعلقا باسم الله الرزاق، إن كنت متعلقا باسم الله الرزاق وبكل أسمائه الحسنى توحيدا وتفريدا، فخزائن الله عز وجل بين يديك تمدك بالسكينة والطمأنينة. هذاك الرصيد ديالك، فأنت عبد الغني، ومن كان عبدا للغني اتصل معنى الغنى بقلبه. أنت عبد للغني، فإن كنت عبده حقا، وإنما معنى العبودية الخدمة، هذا معنى العبودية، خاضع لله، أراضي بما حكم الله به عليه، تعبدا له، عبودية. اتصل معنى الغنى الذي هو صفته عز وجل واسمه من اسمائه الحسنى الغني، اتصل هذا المعنى بقلبك، فوجدت راحة تماما، كراحة الذي يرى ما له لا حد له، ولكنه طبعا ليس في حاجة إلى كل ذلك المال، يأخذ منه ما يسد به رمقه. كل هذا تأخذه من هذا المعنى الاقتصاد، فهو يهذب ويشذب ويربي وينمي، يزيل عنك النقائص، نقائص البخل والسرف والمخيلة. في لما طلعت شي خصلة من الخصال الشيطانية يشذبها، يضربها بحال المقص يقطعها، ثم ينمي فيك خصال الخير، فتكون أكثر ارتباطا بالله وأكثر محبة لله وأكثر سيرا وسعيا للاتصاف بصفات الخير والجمال المتدفقة من أنوار أسماء الله الحسنى، رحمة ورزقا وسكينة. قلت قبل العقيدة منبع للاقتصاد، ومسار ذلك تطبيقا وعملا أن تتعرف على الله عز وجل من خلال صفاته العلى وأسمائه الحسنى. يجب أن تتعرف على معاني الأسماء الحسنى والصفات الربانية العليا. التعرف ليس بالمعنى الذهني فقط، لا، ليس يكفي، وإنما التعرف بالمعنى الوجداني الذوقي، أن تتعرف على ذلك، أن تتذوقه وتجد تجربته في قلبك وفي نفسك. حينما تقترب من الله حقا وصدقا وتتوكل عليه رزقا، من حيث هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه جل وعلا، وتشاهد ذلك في حياتك، كيف يرزقك وكيف تنسد جميع الأبواب بين يديك، فينفتح باب لا تدري ولم تكن تدري ولم تكن تعد له حسابا، يأتيك منه رزقك الذي يكفيك
لحاجتك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تشاهد ذلك عيانا مشاهدة وتجده تجربة. تكون آنئذ قد عرفت الله من حيث هو الرزاق، تعرفه، تتعرف إلى الله